السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد، بس قبل الفيديو نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده طبعا جايين عن مشكلة التساقط عند الفراخ، وبإذن الله ان شاء الله هقول لكم كده شوية معلومات لو حصل عندك كده الفراخ عندها تساقط. وطبعا بتبقى فترة صعبة جدا جدا للفراخ بتاعتنا لو حتى هي بتبيض فما بتبيضش معانا عشان عندها تساقط او بتوقع ريش، وطبعا بتغير ريش. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله كلتهم حيوية وكلتهم نشاط. فانا طبعا عايزة اعرفك برضك عشان ما يحصلش عندك اي تساقط. التساقط ده قلة كالسيوم، قلة حديد عند الفراخ، فاحنا لازم ننوع لهم في الاكل، لان طبعا كل الاكل عندنا كله بروتين، فلازم انتي تاخدي بالك، لازم تديلهم كده نسبة علفة في الوجبة. انا طبعا باكلهم 21% العلفة، فلازم تهتم بالاكل بتاعهم، لان العلفة بتبقى فيها نسبة بروتين، كلتها بروتين وكلتها حديد. فانتي مش تحط لهم بقى خضرة وتحط لهم حاجات اللي هو الدش او الدشيشة تبتدي ان انت تحطها لهم، فكده يحصل عندهم تساقط. تمام؟ فانت لازم تاكليهم كده علف على طول، ولازم لان زي ما انا قلت لك كده عندهم يعني نقص كده في الحديد والكالسيوم، فكل ما نديلهم وجبة وفي نفس الوقت لازم نغير لهم برضو نوعية الأكل. يعني مش تحط لهم على طول علفة، لا، لازم تحط لهم عيش مكسر، خضرة، مرة وجبة كده علفة، مرة دش. فكل ما بتنوع لهم في الأكل بتاعهم كل ما تلاقيهم ما شاء الله معاكي الريش حلو، ما فيش تساقط. ولو في عندك في فرخة ولا فرختين في تساقط اعزليها بعيد عنهم، لان طبعا لو سبتيها ممكن كده يفضلوا يشدوا فيها لحد ما يبهدلوها. وطبعا احنا يعني لازم عشان نتفاداها يعني نحطها في مكان لوحدها لو عندك فرخة او فرختين. تمام؟ بعد كده بقى لازم زي ما انا قلت لك كده تنوع لهم في الاكل، وفي نفس الوقت هم طبعا ما عندهمش اي املاح، فاحنا لازم نظبط الاملاح اللي عندهم، لان ده نقص املاح عند الفراخ بتاعتنا. او بط، لو عندك بط برضو عنده نقص املاح لازم تحط لهم في الميه، تجيب لهم من عند البطر كده ازازه املاح حلوه جدا جدا لاي طيور عامه. طبعا انا بجيب ازازه الاملاح ديت بحط غطا على الرتل، طبعا غطا يعني من الازازه، فيعني الغطا معدل 5 سنتي. تبتدي ان انت تحطهم على رتل ميه، وتبتدي ان انت تحطها لهم كل 3 ايام، يعني 3 ايام متواصلين، وبعد كده مره في الاسبوع او مرتين. تمام؟ لو هم في حاله عندهم تساقط في الريش، فطبعا لازم بالاهتمام. واحنا طبعا لو احنا اهتمينا بالفراخ بتاعتنا واهتمينا باكلهم هتلاقيهم ما شاء الله مش هيحصل عندك اي تساقط خالص. ولو عندك بقى حاجات يعني بواقي كده من الاكل، قشر البصل، قشر البطاطس، الحاجات ديت كلتها بتفرق مع الفراخ، كلتها فيتامينات، كلتها غذاء. وبرضك لو انت حابه ان انت تعالجيهم وتظبطي الفيتامينات عندهم وتظبطي الحديد، هاتلهم كده ازازه من عند البطري فيتامينات وحديد. طبعا زي ما انتم شايفين انا يعني راميه لهم اي قشور عندي، قشر برتقان بيبقوا ينقروا فيه، قشر بطاطس، خضره كده كانت بايظه عندي دبلت في التلاجة ببتدي ان انا احطها لهم. فكده تنويع، وكله الحاجات دي كلتها بروتين وكلتها حديد، فانت ما تستهونيش بالحاجات دي. فزي ما انت شايفه كده ما شاء الله. طبعا لو عايزه الفراخ تبيض عندك على طول دايما اعمل لهم الوصفات دي واعمل لهم الحاجات دي، ما شاء الله هتظبط الفراخ معانا وهتفرق مع الفراخ بتاعتنا. فزي ما شايفين كده ما شاء الله يعني كلتهم حلوين جدا جدا، بس عايزين الاهتمام. لو انت اهتميتي بالطيور بتاعتك
هتبقى ما شاء الله حلوه معاكي، وكلتها بروتين وكلتها فيتامينات. طبعا هنحط لهم برضو على سقايه الميه معلقتين خل كده، حلوه جدا جدا. طبعا بتشيل اي التهابات، بتشيل اي ميكروبات عند الفراخ. طبعا اعتمد الخل، حلو جدا جدا، وبيخلوهم ياكلوا. وما تستهونيش باي حاجه احنا بنعملها، ده اعشاب. وطبعا برضو الكركم حلو جدا جدا، بيشيل اي التهابات في المفاصل، فتح شهيه، يعني له عوامل كتيره قوي. الكركم. فزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الفراخ عندي حلوه جدا جدا. طبعا لو انت وصلت هنا ما تنسليش اللايك عشان الفيديو بتاعي يوصل باكبر عدد بيكي، وافضل كده متشجعه معاكي بالتصوير وبالوصفات بتاعتي اللي انا بقدمها. فعايزك كده تكتب لي كومنت حلو عشان افضل مستمريه معاكي دايما، وباذن الله هرد عليكي. فزي ما انت شايفه كده طبعا كل ما تاكلي الفراخ بتاعتك او الطيور بتاعتك كل ما تلاقيها كلتها حيويه وكلتها نشاط، مفيش تعب، مفيش كشاشان. فانت خدي بالك من تربيتك عشان تبقى معاكي ناجحه وزي الفل. فزي ما انا قلت لك كده برضك لو عندك تساقط في الريش، ابتدي اللي انت حاتي عسل وحاتي خميره وحاتي معلقه زبادي، ابتدي اللي انتوا تدربوها لهم كده على العلفه. ما شاء الله دي بقى ايه بتظبط الريش معانا. طبعا لو الفرخه كده بدات اللي يعني هي عندها تساقط، ان بدا الريش اللي هو يطلع، طبعا ده بتغذي الريشه بتاعت الفرخ، فبتخليها حلوه كده وبتطلع معانا بسرعه، وما بتطولش في طلوع الريش. فانتوا حطيهم 3 ايام متواصلين. طبعا بجد الوصفه دي سحريه جدا جدا، حلوه جدا جدا للفراخ اللي عندها تساقط. لو انت عايزه الفراخ تنبت معاكي ريش وتطلع معاكي على طول ريش، حط لهم كده معلقه كده عسل على معلقه خميره على معلقه زبادي، وحط لهم كده علفه، وابتدي اللي انت لخبطها كده او دربهم كده على الوجبه بتاعتهم، وقدمها لهم 3 ايام متواصلين. وبعد كده مره في الاسبوع هتلاقيهم ما شاء الله نبتوا معاكي او طلع الريش معانا في ساعتها. وزي ما انت شايفه كده بجد ما شاء الله حلوه جدا جدا. وطبعا البط برضو عندي في مشكله في التساقط عندي في الاجنحه كده زي ما انتم شايفين اهو. البط بادئ في تساقط. فالوصفه دي حلوه جدا جدا للفراخ او للبط. فانت اعتمدي الوصفه ديت ما شاء الله حلوه وزي الفل. فانا بقى حبيت ان انا اقدمها لكم النهارده، ويا رب كده تنول اعجابكم كده النهارده، وفي نفس الوقت هتفتح شهيتهم على الاكل. فما شاء الله الفراخ عندي زي ما انتم شايفين كده بيسحبوا في العلف معايا، يعني بياكلوا كتير. طبعا ده من الاهتمام والرعايه للفراخ بتاعتي اهو. زي ما انتم شايفين كده انا ببتدي ان انا بقى احط لهم كده علفه، يعني بحدف لهم كده، وما شاء الله بياكلوا بنقر كل حاجه، يعني اللي على الارض بياكلوها ما بيسيبوش حاجه. فانا طبعا جايبه كده معايا علبه اهيت، ببتدي ان انا احط لهم كده وانا بصور معاكم كده بالشكل ده. فهم بجد شكلهم يفرح. فبحب ان انا انطر لهم كده لو حابه ان انا اقعد شويه كده قصادهم ويعني بتسلى والله، يعني حاجات كده كلها خير في بيتنا. وطبعا خير في بيتك زي ما انا قلت لك كده، وحاجه بتفرح يعني. بدل ما انت طبعا انا بقدم لهم علفه كده ما في يعني علفه من غير عيش من غير حاجات من دي، بس ببقى ابتدي ان انا احط لهم بقى الوجبه التانية، احط لهم بقى عيش بنكون مكسراه اي بواقي كده من عندي، اذا كانت في لقمه رز شويه خضره، ببتدي ان انا اخرطهم كده على الرخامه، وابتدي ان انا اقدمها لهم برضك على العلفه. حلوه جدا جدا كلها زي ما انا قلت لكم فيتامينات وحديد وكالسيوم. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده وينول اعجابكم. اهم حاجه ما تنسليش اللايك ولا الاشتراك فضل وليس امرا. ويا رب كده قناتي تعجبكم دايما، ويا رب كده نكون في الزياده. فعايزاك كده تقولي لحبايبك كده على القناه باذن الله تستفادي منها.
وهتستفادي من الوصفات او الاعشاب اللي احنا بنعملها من البيت. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم. مع السلامه، ما تنسليش اللايك.